خالد عضو مجلس الشعب الاسبق والناشط السياسي واحد اهم الثوار في مصر. بحب ارحب بحضرتك الاول في بورسعيد. يعني هو بداية أنا بيشرفني جدا إني أكون النهاردة في محافظة بورسعيد في العيد القومي لمحافظة بورسعيد. وفي الحقيقة المحافظة دي من المحافظات اللي يعني اتظلمت جدا، مش بس بعد ثورة 25 يناير لكن كمان من قبل ثورة 25 يناير، وهي كانت بتعاني من مشاكل كثيرة جدا سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو تقريبا في كل المجالات يعني. وفي الحقيقة خلال السنتين اللي فاتوا دول وبالذات السنة الأخيرة المحافظة عانت من ظلم مبين، بداية من المؤامرة اللي اتعملت على أرضها في استاد بورسعيد واللي ورا منها الإخوان، ومع الأسف اتهموا فيها شعب بورسعيد، وامتدادا إلى المجزرة اللي سقط فيها شهداء يوم المحاكمة واللي اتقتل فيها برضو من أبناء بورسعيد ناس. أنا شايف إنه بداية يعني أول رد اعتبار لشعب بورسعيد هو أن يتم إعادة التحقيق بمنتهى الحسم فيما يخص مجزرة بورسعيد عشان يقدم للعدالة المتهم الحقيقي اللي ارتكب المجزرة دي أيا كان هو مين. لكن اللي أنا متأكد منه إنه جماعة الإخوان زي ما تورطت في معظم الدماء اللي سالت من ثورة 25 يناير، أنا متأكد إنها متورطة في هذه المذبحة زيها زي كافة المذابح اللي تمت. الحاجة الثانية إنه لما هيبان إن شعب بورسعيد يعني بريء من التخطيط للمجزرة دي، وإن شبابه لم يخططوا ولم يرتكبوا الجرم اللي بينسب ليهم أو على الأقل لم يحرضوا عليه أو لم يكونوا هم اليد المخططة ليه، أنا متهيألي إن ده جزء من رد الاعتبار. ولازم الرئيس اللي هيجي المنتخب والحكومة الجديدة اللي هتيجي تضع محافظة بورسعيد في مقدمة أولوياتها، لأن أنتوا عندكم مشاكل عنيفة جدا في البطالة، لسه مشاكل المنطقة الحرة زي ما هي، لسه شباب بورسعيد بيعانوا ان هم الشركات الكبرى اللي موجوده على ارض بورسعيد سواء بترول او غيره ما بيتعينوش فيها. موضوع الاراضي الزراعيه الاراضي الزراعيه وتمليكها وما شابه، يعني انتوا عندكم مشاكل كتيره جدا. اللي انا اقدر اقوله انه ان شاء الله احنا هنقدم للفريق عبد الفتاح السيسي ضمن مقترحاتنا للبرنامج الانتخابي ان شاء الله لما يترشح ما يخص محافظة بورسعيد انها تكون في مقدمة اولويات، لان فعلا انتم عانيتم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على الاقل اخر 10 سنين. يعني حضرتك مع فكرة ضم اسم خيرت الشاطر او البلتاجي وقيادات الاخوان لقضية بورسعيد؟ طبعا انا مع ضم الاخوان للقضية دي، وزي ما قلت لحضرتك الاخوان هم المستفيد الوحيد من كل احداث العنف اللي حصلت في المرحلة الانتقالية اللي فاتت. وانا يعني من الناس المؤمنين جدا انهم متورطين في مجزرة بورسعيد في الاستاد. قد يكون بعض شباب متحمس انجر ورا حالة الفوضى اللي كانت موجودة في الاستاد، لكن انا متأكد منه ان التخطيط والتدبير وما شابه الاخوان ليهم والتمويل طبعا الاخوان ليهم ضلع فيه. وانا مش بقول التبرئة الاعلامية ولا الادانة الاعلامية، وانما اللي بقوله وده انا بقوله عن كل القضايا اللي سقط فيها شهداء في المرحلة الانتقالية الاولى، مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وكل الاحداث دي، انه لابد من اعادة التحقيق الدقيق. لان احنا كنا زمان بنقول على فكرة الطرف الثالث، وكان بيتقال ان الطرف الثالث ده خدعه، كان الاخوان بيقولوا كده يعني، لكن سبب بالدليل القاطع ان في طرف ثالث. لا نستبعد ابدا ان هم اللي قتلوا الشهداء اللي سقطوا في احداث العنف. خلي بال حضرتك ان نوعيه الرصاص اللي اتقتل بيه الشيخ عماد عفت هو اللي اتقتل بيه الحسيني ابو ضيف. الخرطوش اللي ظهر في رابعه في الضحايا اللي الاخوان قتلوهم هو اللي كان ظاهر في محمد محمود. ونوعيه الخرطوش والرصاص اللي تم استخدامه لا تستخدمه اصلا لا الجيش ولا الشرطه. عشان كده انا بقول ان هم متورطين في كل احداث العنف، وعلى راسها احداث يناير ومارس اللي حصلت في بورسعيد، واحداث يناير ومارس اللي حصلت وقت المحاكمه. اظن قصد حضرتك احداث يناير بعد المحاكمه. شوفي هم المستفيدين من ده، واللي هم عملوه في سينا ياكد ان هم متورطين في كل احداث الدم، وان هم اللي كانوا عايزين يخلوا فيه دم دايما عشان يضغطوا بيه لتمرير مصالحهم السياسيه. هقول تاني انا اطالب باعاده التحقيق، وكل من اجرم بغض النظر هو مين بينتمي لايه يقدم للعدالة، لأني لنا متأكد منه أن جميع القضايا المرتبطة بأحداث العنف في المرحلة الانتقالية الأولى كانت بتدار التحقيقات فيها تحت ضغط حالة السيولة السياسية اللي كانت موجودة، والضغط في الشارع، والتشويه اللي كان الإخوان بيعملوها يفتعلوه، ومعاركهم اللي كانوا بيضغطوا بيها على القضاء وغيره. دلوقتي بعد ما بعد إن شاء الله الاستفتاء على الدستور، وممكن جدا بعد الرئيس المنتخب، هيبقى في مقدمة اللي احنا هنطالب بيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي انه يتم اجراء تحقيق في حالة من الهدوء عشان نوصل
لمرتكب الجريمه ايا كان هو مين يعاقب. وانا اظن ده احسن رد اعتبار لشعب بورسعيد. حتى لو تورط بعض شباب متحمسين هذا لا يعني ان المحافظه دبرت او خططت او زي ما طب بيتهم. راي حضرتك ايه ازاي يحصل احتواء للموقف ويحصل تآلف ما بين بورسعيد وبقيه المحافظات، لان بورسعيد تعتبر بقت منفصله نفسيا؟ بصي ازاي نخلي تاني الجماهير يعني كده؟ رقم واحد لازم يتم اعاده تحقيق، ولازم يتم تقديم اللي ارتكب جريمه حقيقه واعلان ده للراي العام. جزء اساسي ان يبان براءه شعب بورسعيد من الجريمه النقراء دي، وانها لم تخطط الى اخر ذلك من اليوم اللي هي بتتهم بيه. الحاجه الثانيه النخب السياسيه والاعلاميه والثقافيه، والرئيس القادم من اهم ادواره انه يعيد الربط تاني والعلاقه تاني ما بين محافظات مصر كلها، لان انت عارفه ان الاخوان كانوا بيشتغلوا بمنطق ايه؟ فرق. طب انا بس اخر كلمه